السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله وحشتوني الاول جد كتير قوي قوي. وان شاء الله النهاردة مع بعض في فيديو جديد. انا هنا بصوا احنا طبعا مركزين شوية على الكتاكيت الحمراء واللي هي الكتاكيت الجميزة دي. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيتهم الاتنين مع بعض لان اللمبة اللي فوق اتحرقت، فعلى ما اجيب الدواية نفسها باظت فهجيب دواية ولمبة جديدة، فحطيتهم مؤقتا كده مع بعض. بصوا عايزه اقول لكم على حاجه. الاول هنا في اللقطه دي كده قبل ما نفتح احنا حطينا العلف وحطيت عليه معلقه كبيره قرفه، وحطيت بصله مبشوره، وحطيت معلقه كبيره زعتر. وبقلبه كله مع بعضه، ودوت الاكل اللي هو هحطه لهم النهارده. بصوا عايزه اقول لكم على حاجه، يا ريت يا ريت محدش يشتري كتاكيت من الشارع او مجهوله المصدر. انا اشتريت اللي هي الكتاكيت اللي هي الجميزه ديت، والله اعلم انا معرفش هي جميزه ولا مش جميزه، يعني انا معرفش الصراحه. وندمت جدا جدا ان انا اشتريتهم. اولا مات منهم 5. كده النهارده بقالهم اسبوع، حاسه ان هم ما بيكبروش. آم، يعني مش عاجبني، مش حلوين، مش زي اللي انا بجيبهم من المعمل. لما بجيب كتاكيت من المعمل او من مكتب معروف، الحاجة ما شاء الله بيبان عليها الاكل، بتبقى حلوة كده والواحد بيحس ان هو بيربي فعلا فراخ. لكن دولت طبعا انا مش عارفة اوديهم فين، ومستحرمة طبعا، ما ينفعش ارميهم، حرام. فطبعا انا سايباهم كده اهو بياكلوا خلاص، ومعرفش بقى هيكبروا مش هيكبروا، بس يا ريتهم يعني كده يموتوا كلهم مش هنرميهم. لكن انا طبعا مش عارفه اوديهم فين. فما حدش يشتري فراخ من كتاكيت من اي حد مثلا قاعد في الشارع ما يعرفش مصدرهم ايه، لان الحاجه دي تقريبا كده بتبقى سارده، بتبقى ما بتكبرش، يعني بيبقى فيها اكيد عيب، لانه بيبيعها بسعر رخيص جدا جدا. يعني لما يكون الكتكوت ب2 جنيه او التلاتة ب10، في حين ان هو في المعمل ب15 جنيه وب17 جنيه، فطبعا فرق جامد قوي. فانا قلت اجيبهم اجرب اشوفهم هيكبروا معايا ولا لا. فزي ما انتوا شايفين كده انا معرفش ايه اللي حصل لهم، ويعني صغيرين زي ما هم وبيموت منهم، وعلى طول كمشانين بالرغم ان انا مقايده لهم لمبه كبيره. مش عارفه الصراحه مالهم. فطبعا انا هنا بقى بحاول ان انا اعالجهم يعني بحاجات من البيت، لان انا رحت المعمل وقلت له. قال لي بتحط لهم فيتامين وعندهم اسهال وكده، قلت له لا، فقال لي هم ما بيكبروش تقريبا. فانا قلت بقى اعالجهم بحاجات من اللي في البيت. قال لي اولا هما مجهولين المصدر، مش معروفين هما ايه، وغالبا دي كتاكيت بتبقى ساردة معاهم، فبيطلعوها كده يبيعوها بسعر قليل قوي. فانا هنا جبت بصلة وجبت ليمونة وجبت قطاية، وضربتهم مع بعض في الخلاط زي ما انتوا شايفين. وهاخد المية بتاعتهم احطها لهم يشربوها، عشان البصل مضاد حيوي، والطماطم طبعا املاح معدنية وكده، والليمون طبعا بيطهر معدتهم. فطبعا انا همشي عليهم بالوصفات اللي هي والاعشاب والحاجات اللي هي موجودة في البيت عندنا. وهنا بعد ما صفيتهم باخد التفل دوت بخلطه مع العلف. بعد طبعا ما حطيت على العلف الاكل اللي انتوا شفتوه، الحاجات اللي انتوا شفتوها اللي هي الزعتر والقرفة وكده، حطيت معاها البصل والليمون، ومسكته قلبته كله في بعضه وحطيته لهم ليهم. طبعا انا قبليها مجوعاهم ومعطشاهم عشان لما احط لهم الميه والاكل طبعا ياكلوا ويشربوا كويس، علشان لو في اي حاجه في معدتهم او كده ان هي تطهر معدتهم، ويبقى ليهم قابليه للاكل. طبعا بحاول اعمل معاهم اي حاجه بحيث ان هم يكبروا. آه، طبعا يعني تاني ما حدش يشتري حاجه من الشارع من اللي هي اسعارها قليله قوي ويفرح بالسعر. والله هو انا ما فرحتش بالسعر ولا حاجه، بس انا اول مره اشوفهم، يعني اول مره اشوف الكتاكيت السوداء اللي هي فيها حتت بيضه دي، فحبيت ان انا اجيبها اجربها. لكن مش حكايه سعر، والله انا لو هو كان قال لي اغلى من كده شويه كنت برضو اشتريته ما فيش مشكله، بس انا نوع اول مره اشوفه، فعلشان كده اشتريته. ويا رب بقى يبقوا كويسين كده ويعني لان طبعا خساره، يعني هم تمنهم قليل، ما فيش مشكله، لكن طبعا بياكلوا علف غالي، والعلف غالي، العلف ب31 ونص، وطبعا وادويه وحاجات بتحطيها من البيت، فهي دي يعني هو ده التكلفه الحقيقيه بتاعتهم. يعني بالنسبه لتمن الكتكوت هو طبعا مش غالي خالص. فيعني محدش يشتري من مكان بره، واحنا ونصيبنا بقى فيهم، هيكبروا هيكبروا، مش هيكبروا خلاص بقى، يعني هعمل فيهم ايه؟ ما ينفعش ارميهم وهم لسه صاحيين يعني. فده حبايبي كان يومنا النهارده مع الكتاكيت بتاعتنا. ويا رب يكون الفيديو كويس وعجبكم ونكون استفدت منه شويه.
ويا ريت لو تعملوا لي اشتراك ولايك وكومنت، واتمنى ان انا اقرا تعليقاتكم، واترككم في رعاية الله. مع السلامة.